الحمد لله الذي خضع كل شيء لعظمته ودان كل شيء لهيبته وذل كل مخلوق لجبروته، وأشهد أن لا إله إلا الله. أنا لست أخشى من لقاء جهنم وعذابها، لكنني أخشى من العرض الرهيب عليك، وأخشى منك إذ ألقاك. ما لي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. ما لي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني بحثت عن سر السعادة جاهدا، فلقيت هذا السر في تقواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فلم تجد من جاء أعز ممن جاك. يا رب جئت إلى رحابك مستسلما مستمسكا بعراك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي. ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأشهد أن إمامنا وسيدنا ومولانا محمد رسول الله، إمام الأولين والآخرين وسيد الداعين وإمام القانتين وقدوة العابدين، فصلى الله عليك وسلم وبارك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، الذي كان يبكي في الدعاء كما روى مسلم أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى على لسان خليل الله إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قوله جل وعلا على لسان رسول الله المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال اللهم أمتي وبكى، فأمر الله جبريل أن ينزل على النبي العظيم وأن يقول له: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرت حال أمتي فبكيت يا جبريل. فصعد جبريل إلى ربه فقال: إنه ذكر حال أمتي فبكى. فقال الله جل وعلا: يا جبريل انزل على محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك أبدا. أما بعد، فأيتها القلة السالكة، أيتها القلة العابدة في موطن العبادة والتقى والعلم، ولكن وإن نام مخنث العزم وإن وهن ضعيف القوى قليل العبادة فقليل منكم يكفيني، ولكن قليلكم لا يقال له قليل. أيها الفضلاء، إن الدعاء لن يصيبك من السماء إلا إذا استجمع الثناء مع الشكوى والنداء. وكل أدعية الحبيب صلى الله عليه وسلم مشتملة على الثناء، إما مجملا وإما مفصلا، وهي محفوفة محشودة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى شكوى أيوب عليه السلام
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ومن أدبه أنه لم يصرح أبدا عما يريد، هكذا شأن الأنبياء، وإنما يعرض ولا يظهر، كحال سيدنا زكريا في سورة الأنبياء عندما عرض ثم بعد هذا وضح. عرض فقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فانظر إلى هذا الأدب، هذا أدب جم. ومن غاية الأدب أن العبد يعطى ما يريد فيقول يا كريم يا منان لماذا لم تؤخر الإجابة. ذكر أن الفضيل أصابته فاقة ونزل به أمر عظيم في المال، فلما زاد غرمه سأل ربه فأجابه، فقال علمت أني لست لك وليا ولست لي محبا، فإنك عاجلتني بالإجابة ولم تؤخرها ثلاثا. يعني الواحد منا لو إن رب العالمين أجابه في الحال لسعد سعادة غامرة وقال أنا ولي، إنما هو يقول بسرعة بسرعة يا رب هكذا. يعني أنا ما أخذت أسبوعا لأنادي يا الله يا الله على هؤلاء الأطهار. كان لو اتأخر قليلا، لأن عند هؤلاء أن الإجابة لو جاءت سريعة يظنون أن الله لا يحب أن يسمع صوت عبده، كما حصل من إبليس عندما أجيب في الحال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. وبينما سيد المرسلين يدعو الله لأمته 14 عاما و7 أشهر لتحويل القبلة، فلم يجب إلا بعد هذه المدة، وهو فخر العالمين وسيد الخلق أجمعين أكتعين، ولم يرزق الإجابة في الحال، بل أحيانا كان يسأل ولا يعطى، كما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. ربنا سيدنا النبي عرض عليه كم؟ 3، أجيب في 2 ومنع من 3. تعال اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم. قال سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، يعني هلاك عام كما هو الحال، هذا بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم. ولو كان ما وجد مثلي ولا مثلك أصلا. وسألته ألا يهلك أمتي بالطاعون فأعطانيها. وسألته، المشكلة اللي عندكم الخلاف بين الأحناف وغير الأحناف، وفي جماعة يصلون في الأعلى وفي جماعة الله أعلم بأحوالهم. وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعنيها.
فمنعيه. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا بقى مع الجماعة اللي هم من أتباع التابعين. أحد العظماء في هذا القرن، مش هقول اسمه، العابد الشهير، سأل ربه ثلاثا فأعطاه 2 ومنعه 1. سأل ربه ألا يأكل اللحم فأعطاه الله، فصارت سبة حتى قالوا إنه يحرم اللحم، إنه يحرم اللحم، لكن الله سبحانه وتعالى أجاب دعاءه فصار لا يميل أبدا إلى اللحم، ورفع أمره إلى السلطان وقال إنك تحرم اللحم، قال لا والله ما حرمت ولكني لا أميل إليه. وسأل ربه ألا يعبأ بالنساء فأعطاه الله حتى صارت المرأة عنده كالحجر، إذا مرت المرأة فاتنة غير فاتنة هي عبارة عن حجر. ومن شدة إخلاصه، يعني لا كما يفعل بعض المعتكفين يأخذ الاعتكاف نوما، فسأل ربه ألا ينام ليتفرغ للعبادة. يعني كل يوم 8 ساعات نوم مشكلة، يعني تلت العمر ضاع في النوم، فمنعه الله إياه، وهو حس إن ربنا بيكلمه في المنام. ورؤيا الله جل وعلا في المنام عند أهل السنة جائزة بدون تكييف أو تمثيل، يعني إحساس أن الله يكلمه. وقال يا عبدي منعتك هذه. أين الحكمة العليا أن الله سبحانه وتعالى يجعل سلطانا لشيء على شيء؟ فقد جعل للنوم سلطانا علينا، وجعل من صفاته ألا تأخذه سنة ولا نوم. وانظر إلى دعاء الحبيب في سيد الاستغفار، فانظر إلى الثناء مع قلة الدعاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ثم يقول فاغفر لي. لكن يعني ما يأتي أحدكم يقول يا ربي نجحني هكذا. أنت تذهب إلى واحد من البشر لا قيمة له، يحمل العذرة وتميته شرقة، وآخر جيف نتنة، وسعاداتكم وفخاماتكم ومعاليكم، وأنت الذي فعلت كذا وفعلت كذا وكم لك من آيات، وتأتي عند رب العالمين طلب هكذا مباشر. أين الأدب يا رجل؟ فين الأدب هنا؟ يبقى هنا في الأدب. وأعجب من هذا وذاك وأهم حتى نختم سؤال المضطر، لأن الله سبحانه وتعالى شرط في الاستجابة سؤال المضطر، أن تسأل سؤال المضطر الذي يقبل على الله بالكلية. إذا ما أحس بليلة القدر أو أحس بليلتها أقبل يدعو دعاء المضطر الذي يقول ليس لي سواك وليس لي عداك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم
خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ذكر ابن عساكر في تاريخه الكبير أن بعض الصالحين كان في تجارة له بين الشام والعراق، فاعترضه قاطع طريق فقال: لأسلبنك مالك ولأقتلنك. قال: خذ بالي واتركني لأهلي ولأولادي. قال: بل أنت ومالك. قلت: دعني أصلي ركعتين لله قبل أن أقتل. قال: صل ولكن خفف. يعني كان هذا المجرم مؤدبا. المجرمين قديما كان عندهم بعض احترام. قال: فرفع السيف ووضعه في بطني وبدأت أصلي فغاب القرآن عن قلبي. يعني شيء لا يطاق. السيف في بطنه فالقرآن ذهب عنه. قال: فلما أن قرأت الفاتحة فتح الله علي بهذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله. قال: فلما جاءت الركعة الثانية غاب القرآن عن قلبي وفتح الله علي بالآية عينها. فلما سجدت قلت: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، من تكلم سمعت نطقه ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلب، يا من ملأ نوره أركان عرشي، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. ثم سلم التسليمتين فرأى رجلا نزل على قاطع الطريق فقتله، فقال: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. وذكر الإمام الكبير في تاريخ دمشق الكبير 80 مجلدا المطبوع منه، يعني مش كله، ذكر أيضا أن أحد الصالحين في معركة هزم فيها المسلمون المسلمون بدأوا يفرون. قال: فحرك الجواد فأبى، فقال: ما لك ويلك، كنت أعدك لمثل هذا. فنطق الحمار في الحال فقال: وما ذنبي أنا أنك أوكلت إلى الساسة أمري فلا يطعمونني ولا يعلفونني. فقال: فلله علي ألا تعلف إلا في حجري، أنا أتولى أمرك بنفسي. ثم ركب عليه فصار به سريعا، فعلم ملك الروم بالخبر، ودول بقى دينهم كله يعني أشياء خرافات، فما بالك بالكرامات. حتى جاء برجل مرتد تظاهر بالعودة إلى الإسلام والتقوى والإيمان فدخل عليه
فكلمه وأحسن الكلام ونحو هذا ليستدرجه ليأخذه إلى ملك الروم، لأنه هو متصور أنه لو جعل هذا يرتد وحماره بيتكلم يبقى العالم كله هيقول المسيح ابن الله. فأخذوا جي واحد آخر معاه، وبعدين هو لما أحس أنهم يمكرون به ويخدعونه وهم واخدينه ناحية ملك الروم، فأحس بالخبر في آخر لحظات، فقال يا رب، شوف ده الراجل بقى الحمار بيتكلم ده. وكان عندي في أخبار التابعين ومنا الذي أحيا الله حماره، كما ذكر الحافظ ابن كثير، يعني مشهور عشان بس يعني ده كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أو معجزة له، لأن كرامة الولي معجزة للنبي. فقال يا رب إنهم خدعاني فأسألك أن تكفيني إياهما، فنزل عليهما 7 فأكلهما. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ما علمنا منها وما لم نعلم، والأسماء والصفات التي يسألك يا رب بها حبيبك في الآخرة، نسألك أن تصلي عليه دائما أبدا وكما تحب وترضى وكما يحب ويرضى، وأن تعطينا ما نريد وفوق ما نريد، إنك أنت الفعال لما تريد. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا، لذنا بجنابك فلا تحرمنا، نحن المخطئون فتجاوز عنا، ونحن المسيئون فارحمنا، ونحن المقصرون فخذ بأيدينا إليك. اللهم علق قلوبنا بك وحدك، واحجب أطرافنا عن معصيتك، واشغلنا بك عمن سواك. أمين أمين. وصلاة وسلاما على سيد المرسلين. هيبقى لنا لقاء ازاي نرفع ايدينا في الدعاء، لان في 6 هيئات، فان شاء الله مرة قادمة. جزاكم الله خيرا.